السلام عليكم ورحمة الله أبطال 6 ابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة مس مروة للدراسات الاجتماعية. تعالوا بينا مع بعض نذاكر الدرس الثالث، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيس الدولة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه المسلمين هاجروا ليثرب، وأهل يثرب استقبلوهم أحسن استقبال. تعالوا بينا نشوف بداية القصة. لما الرسول دعا وفود من القبائل اللي موجودة في يثرب في موسم الحج للإسلام، وفعلا استجابوا ليه وبدأوا يأمنوا بيه ويعتنقوا الإسلام. مش بس كده، بايعوا الرسول واتفقوا معاه إن هم يحموه وينصروه على أعدائه من الكفار. رجعوا الوفود دي اللي هي القبائل دي ليثرب من جديد بعد ما خلصوا موسم الحج، وبدأوا هم كمان يدعوا الناس والقبائل اللي حواليهم للإسلام. تعالوا بينا نشوف ليه الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين هاجروا من يثرب. لما بدأت قريش تأذي الرسول عليه الصلاة والسلام وكمان تأذي المسلمين، بدأت تشد الأذية وتأذيهم من كل ناحية واتجاه. الرسول أمر أصحابه بالهجرة ليثرب، بس كان في هجرة قبلها للحبشة، وديت بنعتبرها الهجرة التانية في الإسلام اللي هي الهجرة ليثرب. مش بس كده، قريش أو الكفار كانوا عاملين مؤامرة خطيرة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ترى ليه عملوا المؤامرة دي؟ لأن هم عرفوا إن تجمع المسلمين ده في خطورة على مصالحهم مع القبائل العربية التانية اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية. عشان كده قريش حاولت تمنع الرسول وأصحابه إن هم يهاجروا ليثرب. لما بدأت تبص كده تقولك لو الرسول والمسلمين هاجروا ليثرب هيعملوا هناك تجمع، وبالتالي هيأذوا المصالح التجارية ومصالحنا التانية مع بقية القبائل العربية. فعشان كده قريش حاولت إنها تمنع هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ليثرب. ازاي؟ بانهم اجتمعوا في دار الندوة وفضلوا يفكروا ان هم يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. المؤامرة دي فشلت في قتل الرسول، يبقى كبار زعماء او كفار قريش بدأوا يجتمعوا في دار الندوة ويقولوا لو الرسول هاجر ليثرب هيعمل تجمع مسلمين خطير ضد مصالحنا، فعشان كده اتجمعوا وفكروا ان هم يقتلوا الرسول. المؤامرة فشلت في قتل الرسول ونجحت الهجرة ليثرب. الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا قدر يتخطى مؤامرة قريش الخطيرة ضده، ونجح ان هو يهاجر من مكة ليثرب بسبب ان الرسول خطط للهجرة كويس جدا، يعني حط النقاط المهمة للهجرة وبدأ فعلا التنفيذ. كان فيه سرية تامة، يعني ما كانش حد عارف ان الرسول هيهاجر، لأنه هاجر بالليل مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكمان الرسول اختار طريق مش معروف لحد ما وصلوا من مكة ليثرب بالطريق ده. يبقى أول حاجة عملها الرسول إنه أمر أصحابه بالهجرة ليثرب بعد ما اشتد إيذاء قريش ليهم. بدأ يخطط بقى بالهجرة تخطيط كويس جدا وبكل سرية تامة مع مين؟ صديقه أبو بكر الصديق. وفعلا هاجروا بالليل في طريق مجهول لحد ما وصلوا بالسلامة إلى يثرب، واستقبلهم أهل يثرب بالترحاب بكل مرحبا وأهلا، وكل مظاهر الترحاب والسعادة إن هم مستقبلين الرسول وصحبه رضي الله عنه. ولما وصل الرسول ليثرب يا حبايبي سماها المدينة. المدينة، يبقى اسمها القديم اسمه يثرب والجديد المدينة. مين اللي سماها المدينة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بدأت بقى مرحلة تالتة. يبقى إذن عندي أول حاجة الدعوة للإسلام، بعد كده الهجرة ليثرب، عندي بناء الدولة. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يبني الدولة، وكمان يتم صد أذى المشركين اللي هم بيأذوا المسلمين. تعالوا بينا نشوف الأسس اللي اتعملت على أساسها الدولة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام حط أسس عشان يعمل دولة موحدة، دولة قوية موحدة على قلب رجل واحد. بتقوم على النظام، يبقى في نظام كله يتساوى في الحقوق والواجبات، يبقى في عدل، محدش يتظلم على حساب حد تاني. أول حاجة عملها الرسول بناء المسجد، ده أول حاجة في بناء الدولة الإسلامية الموحدة. المسجد له أدوار كتير في الإسلام، مش بس إقامة الشعائر والصلاة والخطب الدينية، لا، له أدوار كتير. تعالوا بينا نشوف إزاي. كان
هو مقر الحكم، يعني الرسول قاعد فيه مع أصحابه والمسلمين بيدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية جوه يثرب أو جوه المدينة، وكمان خارج المدينة. كان مركز للعبادة، إقامة الصلاة، وكمان الخطب الدينية وتعليم الدين الإسلامي. يبقى إذا عندي أدوار المسجد كانت أدوار كتير، منها إنه مقر للحكم وإدارة شؤون الدولة في الداخل والخارج، كمان كان مركز للعبادة، يعني إقامة الصلاة والخطب الدينية وتعليم أصول الدين اللي هي الفقه والسنة والحديث، كل ما يتعلق بالدين الإسلامي. تاني حاجة في قصة الدولة المؤاخاة. الرسول خلى المهاجرين من مكة المدينة والأنصار اللي هم أهل المدينة في مؤاخاة. المهاجر أخو الأنصار، والأنصار أخو المهاجر. يبقى أول أساس للدولة الإسلامية بناء المسجد، عشان له أدوار كتير، مقر للحكم وكان مركز للعبادة. المؤاخاة، الرسول عمل على المؤاخاة بين مين؟ المهاجرين والأنصار، عشان يعمل مجتمع متماسك، يعني مجتمع موحد، كلهم أخوة، في بينهم نظام وعدل ومساواة ما بين المهاجرين وبين أهل البلد أو المدينة الأصليين. كمان النظام ده هيكون فيه محبة ما بينهم وتعاون وإيثار، يعني أنا معايا حاجة وجاري مش عنده أبعت له، يبقى كده في بينه وبينه محبة. يعني الأنصار كانوا عندهم بيوت وأملاك وفلوس، قسموا ممتلكاتهم وفلوسهم مع المهاجرين، بقى في عندي محبة ما بين المهاجرين والأنصار، في تعاون، اللي عندي أديهولك واللي عندك تديهولي. التعاون ده بيخلي فيه مجتمع قوي، مجتمع متماسك. عندي كمان الإيثار، إن أنا ما فضلش نفسي، إن أنا عندي الحاجة خلاص أنا مهم، لأ، الحاجة اللي عندي لو في منها زيادة أوزع على الجيران والمعارف والناس اللي أنا أعرفهم. تعالوا بينا نشوف بقى مين المهاجرين ومين الأنصار. المهاجرين اللي هاجروا من مكة للمدينة، الناس اللي هاجرت من مكة للمدينة لما اشتد أذى المشركين ليهم. طيب الأنصار هم السكان الأصليين للمدينة اللي نصروا الرسول في دعوته، آمنوا بيه وكمان بايعوه على نصرته وإن هم يحموه. يبقى إذن عندي يا حبايبي الحلوين، الدولة الإسلامية قامت على بناء المسجد عشان هو مقر الحكم، وفيه بيتم إدارة شؤون الدولة في الداخل والخارج، وكان مركز للعبادة وتعليم أصول الدين. تاني حاجة المؤاخاة، الرسول أخى ما بين المهاجرين والأنصار عشان يعمل مجتمع متماسك بتسوده 3 حاجات: المحبة والتعاون والإيثار. طب مين هم المهاجرين ومن هم الأنصار؟ المهاجرين اللي هاجروا من مكة للمدينة. الأنصار بقى هم سكان المدينة اللي نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته للإسلام. تالت حاجة اتعملت من ضمن أسس الدولة الإسلامية صحيفة المدينة. الرسول عمل وثيقة اتعرفت باسم صحيفة المدينة عشان ينظم بيها شؤون المسلمين. من عندي مهاجرين وأنصار، اللي هينظم شؤون الحياة ما بينهم الوثيقة دي اللي هي صحيفة المدينة. ليه اتسمت صحيفة المدينة؟ عشان هي اتعملت في المدينة المنورة. كمان عملها عشان يتم تنظيم علاقة المسلمين سواء بقى كانوا مهاجرين أو أنصار بالطوائف التانية. في عند سكان تانيين موجودين جوه المدينة زي اليهود اللي عايشين هناك، اللي هينظم علاقة المسلمين سواء كانوا مهاجرين أو أنصار باليهود وغيرهم من الطوائف اللي ساكنة في المدينة هي صحيفة المدينة، عشان يحدد حقوق وواجبات كل السكان أو الطوائف اللي عايشة في المدينة تجاه الدولة. يبقى إذن عندي الرسول عليه الصلاة والسلام عمل وثيقة اتعرفت باسم صحيفة المدينة عشان ينظم بيها شؤون المسلمين بينهم وبين بعض، وينظم علاقتهم بالطوائف التانية اللي كانت عايشة معاهم في المدينة زي اليهود، ويحدد الحقوق اللي ليهم والواجبات اللي عليهم تجاه الدولة اللي عايشين فيها. تعالوا بينا نعرف مع بعض غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كتير من الغزوات عشان يحمي الدين الإسلامي. ما احنا قلنا ان المشركين كانوا واقفين ضد دين الإسلام، بيحاولوا يمنعوا انتشاره، وحاولوا بالفعل يمنعوا هجرة الرسول، واجتمعوا في دار الندوة عشان يتأمروا ويقتلوا الرسول، والمحاولة بتاعتهم فشلت وقدر الرسول يهاجر من مكة للمدينة.
كمان الرسول عمل الغزوات دي عشان يدافع عن النفس ضد المشركين، يدافع عن المسلمين ضد المشركين. يبقى اذا عندي الرسول عمل غزوات كتير يا حبايبي عشان يحمي الدين الاسلامي، يبقى حماية الدين الاسلامي، وكمان يدافع عن النفس ضد المشركين. ما هو المشركين اذوا الرسول وكمان اذوا المسلمين، يبقى لازم يبقى في دفاع عن النفس. الدفاع ده هيتم ازاي؟ بالغزوات دي. يبقى انا عندي سببين الرسول عمل عشانهم الغزوات. اول حاجة حماية الدين الاسلامي في اخطار كتير طبعا منهم مشركين قريش. طيب تاني حاجة الدفاع عن النفس ضد المشركين. اول غزوة معايا غزوة بدر اللي كانت سنة 2 هجرية، في السنة التانية لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين للمدينة. عندي اطرافها المسلمين وقريش، المسلمين ضد قريش، قريش ضد المسلمين. الطرف الاول المسلمين، الطرف الثاني للغزوه دي قريش. النتائج بتاعتها المسلمين انتصروا على قريش رغم ان عدد المسلمين في الوقت ده كان قليل. هو فضل الله سبحانه وتعالى انه نصر المسلمين على قريش في غزوه بدر سنه 2 هجريه رغم ان المسلمين كان عددهم قليل. تاني غزوه غزوه احد سنه 3 هجريا، يعني في السنه الثالثه لهجره الرسول عليه الصلاه والسلام وهجرة المسلمين. أطرافها المسلمين وقريش، الطرف الأول المسلمين، الطرف الثاني لغزوة أحد قريش. الأحداث بتاعتها في بداية المعركة في أول غزوة أحد المسلمين انتصروا، بس حصل حاجة حولت نتائج المعركة دي. نصر المسلمين اللي كان في أول أو بداية المعركة اتحول لهزيمة. المسلمين اتهزموا للأسف في نهاية غزوة أحد. ليه؟ عشان الرماة اللي بيرموا السهام خلف أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وسابوا المواقع بتاعتهم فوق جبل أحد ونزلوا عشان يجمعوا الغنايم بتاعت الغزوة دي. يبقى إذن عندي يا حبايبي الحلوين غزوة أحد سنة 3 هجرية اللي حصل فيها جيش المسلمين في البداية انتصر، لكن معركة نتائجها اتغيرت لما وتحولت لهزيمة لما خالف الرماة أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وسابوا موقعهم اللي فوق جبل أحد ونزلوا يجمعوا الغنائم. بدأت هنا هزيمة المسلمين في غزوة أحد. عندي غزوة الخندق سنة كام؟ 5 هجرية، يعني في السنة الخامسة لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهجرة المسلمين. أطرافها عندي المسلمين وقريش وحلفائها. قريش جمعت حلفاء ليها قبائل تانية اتحالفت معاها في المعركة ضد المسلمين. أحداثها سلمان الفارسي اقترح على الرسول حفر خندق حوالين المدينة عشان يحمي المدينة من الأخطار ومن أذى المشركين. الخندق ده صعب مهمة قريش إنها تهاجم المسلمين رغم إن هي بتحاصرهم لفترة طويلة. يعني كفار قريش جمعوا حلفاء وبدأوا من هم يحاصروا المدينة اللي عايش فيها المسلمين، وبالفعل حاصرهم فترة طويلة. فهنا في الوقت ده سلمان الفارسي اقترح على الرسول ان هم يحفروا خندق حوالين المدينة عشان يحموها من من جيش قريش وحلفائهم اللي عايزين يهاجموا المسلمين. وفعلا الخندق ده خلى فيه صعوبة مستحيلة قوي على قريش ان هي تقتحم المدينة او تقدر تهاجم المسلمين. نتائج غزوة الخندق المسلمين انتشروا على قريش والحلفاء بتوعها بدون قتال. هم انسحبوا لما لقوا ان الحصار ما منوش فايدة وان هم مش قادرين يقتحموا ولا يهاجموا المسلمين في المدينة، فقريش وحلفائها انسحبوا بالجيوش بتاعتهم، وبذلك انتصر المسلمين في غزوة الخندق. رابع مرحلة عندي الفتح والدعوة العالمية للإسلام. يبقى أول مرحلة نشر الإسلام، بعد كده الهجرة ليثرب وتأسيس الدولة، بناء المسجد، وعند صحيفة المدينة من أهم الحاجات اللي اتعملت في الدولة الإسلامية. بعد كده عندي الغزوات غزوة بدر وأحد وغزوة الخندق، وبعد كده الفتح فتح مكة والدعوة العالمية للإسلام، يعني بدء بقى نشر الإسلام عالميا في الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية. صلح الحديبية كان سنة كام؟ 6 هجريا، يعني بعد سنة من غزوة الخندق اللي كانت سنة كام؟ 5 هجرية. أطراف صلح الحديبية يعني مين اللي كان في الوقت ده؟ يعني الصلح ده كان بين مين ومين؟ كان بين المسلمين وأهل مكة قريش بتتزعمهم، يعني زعامة أهل مكة في الوقت ده كان قبيلة قريش.
ده الطرف الثاني. والطرف الأولاني يا حبايبي بتاع صلح الحديبية كان المسلمين. يا ترى ايه هي أسباب صلح الحديبية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع بعض أصحابه عشان يقيم شعائر العمرة أو يروح يؤدي العمرة، لكن قريش منعتهم إن هم يدخلوا مكة، قالت لهم لا، مفيش حد هيدخل مكة ويعمل عمرة. فحصلت مفاوضات ما بينهم، ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه المسلمين، وما بين أهل مكة بقيادة مين؟ قريش. ومن المفاوضات دي بدأوا يعملوا صلح الحديبية. يبقى صلح الحديبية كان سنة كام؟ 6 هجريا. يا ترى ايه أسبابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع بعض أصحابه عشان يعملوا العمرة، لكن قريش وقفت لهم بالمرصاد وقالت لهم مفيش حد هيدخل مكة. فهنا حصلت مفاوضات أدت في النهاية لعقد صلح الحديبية. الاتفاق ده أساسه هدنة ما بين قريش والمسلمين، يعني يهدوا الوضع وما يبقاش فيه ما بينهم معارك حربية لفترة من الزمن، يعملوا هدنة سلمية، ما يبقاش فيه بينهم وبين بعض حروب. نتائج صلح الحديبية: الاتفاق ده خلى الرسول يقدر ينشر الدعوة الإسلامية خارج الجزيرة العربية، بدل ما كان بينشرها بين القبائل العربية، لا، بدأت يبقى فيه قدرة انه يقدر يوصل الدعوة الإسلامية خارج الجزيرة العربية أو خارج حدود الجزيرة العربية. فبدأ انه يبعت الرسائل لملوك وحكام الدول دي عشان يدعوهم للإسلام. يبقى في أول الدعوة كانت دعوة سرية ما بين الرسول وأصحابه ومعارفه، بدأت تبقى دعوة جهرية لأهل مكة. بعد كده بدأت بقى تبقى جوه الجزيرة العربية زي وفود القبائل العربية، بدأت تتدرج وتبقى عالمية. وقدر الرسول ان هو يبعت رسائل لملوك وحكام الدول اللي موجودة خارج الجزيرة العربية عشان يدعوهم للإسلام، يقول لهم اعتنقوا الدين الإسلامي، بيدعوهم للإسلام. تعالوا بينا نشوف مكة اتفتحت سنة كام؟ سنة 8 هجرية. يا ترى ايه أسباب فتح مكة؟ بما تفسر فتح مكة لأن قريش نقضت الهدنة. فاكرين إن صلح الحديبية أساسه هدنة ما بين المسلمين وقريش؟ قريش نقضت الهدنة دي، يعني ما اعترفتش بيها، أخلت ببنود صلح الحديبية، واعتدت على قبيلة بني خزاعة، والقبيلة دي كانت حليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى لما قريش اعتدت على قبيلة بني خزاعة نقضت بذلك صلح الحديبية اللي فيه الهدنة، عشان قبيلة بني خزاعة أساسا حليفة للرسول. فلما الرسول عرف إن تم الاعتداء على قبيلة خزاعة الحليفة له من قبل قريش، لذلك تم نقض بنود الهدنة رسميا، وكده ما بقاش فيه هدنة ولا صلح ما بين المسلمين ولا ما بين قبيلة قريش. فالرسول خرج بجيش كبير، بدأ بقى الرسول يدعو المسلمين وعمل منهم جيش كبير وخرج عشان يتم فتح مكة سنة كام؟ 8 هجرية. نتائج فتح مكة: الرسول قدر انه يفتح مكة وحطم كل الاصنام، يعني التماثيل اللي كانت موجودة حوالين الكعبة، وطاف بالكعبة. يبقى الرسول قدر انه يفتح مكة سنة كام؟ 8 هجريا. ولما فتحها عمل حطم الاصنام اللي هي التماثيل اللي كانوا بيعبدوها، كانوا حاطينها حوالين الكعبة، وطاف بالكعبة، قدم لنا مثال عظيم ورائع جدا في التسامح، لأنه عفى عن أهل مكة واداهم الأمان، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما انتقمش منهم، ما استعملش معاهم العنف. لا، الرسول كان عنده مثال رائع في التسامح، قمة التسامح، انه اداهم الأمان وعفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، انتم أحرار، اذهبوا. على الرغم من حروبهم وغزواتهم ومهاجمتهم للمسلمين وإيذائهم للرسول عليه الصلاة والسلام، نتيجة عفو الرسول عنهم وإنه قال لهم اذهبوا انتم روحوا انتم الطلقاء، يعني الأحرار، بدأ الناس يدخلوا في مكة في الإسلام، بدأوا بقى إن هم يحبوا الإسلام ويعتنقوا الإسلام وبدأوا يدخلوا فيه بأعداد كبيرة. يبقى إذن عندي صلح الحديبية انتهى لما قريش اعتدت على قبيلة بني خزاعة الحليفة للرسول، فاضطر الرسول إنه يدخل مكة بجيش مسلم جرار، يعني جيش كبير، وفتحها وحطم الأصنام اللي موجودة هناك وطاف حوالين الكعبة وعفى عن أهل مكة واداهم الأمان
رغم ان هم اذوه واذوا اصحابه وكانوا بيحاربوه دايما وبيمنعوه من نشر الاسلام. نتيجة العفو والتسامح كتير من الناس بدأوا يدخلوا الاسلام واعتنقوا الاسلام باعداد كبيرة. ابطالنا الحلوين، خلصنا درس النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل الدروس والفيديوهات اللي جاية. كانت معاكم مسمار، واشوفكم قريب في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم.